السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ مرحبا بالمتتبعين ديالي القدام ومرحبا بالجداد حتى هما. اليوم وجدت لكم واحد القصة اللي غريبة بزاف، قصة واقعية وقعت في أمريكا. وهنا غادي نهضروا على شخصيتين رئيسيتين في القصة اللي هو كودي ولين، وغنهضروا على قصة الحب اللي جمعت بيناتهم. ومن هنا غادي نمشيو لولاية مونتانا الأمريكية باش نتعرفوا على قصة الحب اللي جمعت بين كودي ولين. وغادي نبداو بكودي جونسون اللي في العمر ديالو 24 سنة، والشخص الثاني اللي هي بنت سميتها جوردان لين واللي عمرها 21 سنة. نمشيو نتعرفوا على الشخصيات كتر ونبداو بكودي. كودي الأصل ديالو من ولاية لوس أنجلوس وتزاد فيها، ولكن من بعد ما توفى الوالد ديالو انتقل هو والوالدة ديالو لمدينة مونتانا اللي ذكرنا في الأول. هادشي هذا وقع من بعد ما توفى الوالد ديالو، فانتقل هو والوالدة ديالو لمونتانا باش يبداو حياة جديدة غير هو وياها. فالعلاقة ديالو بالوالدة ديالو كانت قوية بزاف، فكانوا متعلقين ببعضياتهم بزاف بحكم هي عندها غير ابن واحد وهو عنده غير الوالدة ديالو، الوالد ديالو توفى. كودي كانت عنده واحد الشخصية مرحة، دائما كان وسط الأصدقاء ديالو كيتميز بداك المرح ديالو. كانوا عنده بزاف النشاطات كيعجبوه، بحال صيد السمك، تسلق الجبال والمرتفعات والمشي وبزاف ديال الحوايج. وكان عزيز عليه حتى السباق بالسيارات، كان عزيز عليه بزاف التسابق، وكان ديما كيلعب هو والاصدقاء ديالو كيتسابقوا بالسيارات. كان دائما كيحلم باش يخدم في المجال ديال السيارات. فمن بعد ما كمل الدراسة ديالو ولحسن الحظ ديالو لقى خدمة قريبة لهذا الشيء اللي كيعجبو وخدم فيها. الأمور كاملة كانت كما بغى من جميع النواحي. وهنا قرر كودي باش غادي يدير خطوة جديدة في حياته، وقرر باش يتزوج. فبقى كيقلب على الفريسة ديال الأحلام ديالو. وفي سنة 2011 تعرف على واحد البنت سميتها جوردن غرام. جوردن غرام كانت شخصية انطوائية بزاف، ولكن واخا كان هو شخصية مرحة وهي كانت انطوائية، ولكن كانوا كيشتركوا بزاف الصفات. وهذا الشيء عادي، ما كاينش شي شخص غادي ينطابق معك في كل شيء، كيكون اختلاف وكيكون تشابه باش يلاه تتكملوا بعضياتكم في داك الاختلاف. الناس اللي عرفوا بالعلاقه ديالهم قالوا لهم جيتوا مع بعضياتكم بزاف وخاصكم تكملوا. المهم بداو كيتعرفوا على بعضياتهم كل نهار اكثر. فكان عندهم واحد المكان عزيز عليهم دائما كيكونوا فيه، وهذا المكان كان هو واحد الممشى طويل داخل في واحد الحديقه زوينه. كانوا دائما كيمشيوا ليه. نهار على نهار العلاقه ديالهم كتزيد تقوى، وكانوا منسجمين بزاف مع بعضياتهم. فمن بعد سنة من التعارف ديالهم، كان هو ديسمبر 2012، فكودي وجوردن قرروا أنهم يرتبطوا بشكل رسمي. يعني كودي خطبها، ومن بعد 6 أشهر ديال الخطبة تزوجوا وداروا واحد العرس زوين بزاف، وكانوا سعيدين بزاف أنهم كتبوا واحد الأغنية ولحنوها وشغلوها في العرس ديالهم. صافي، وهنا ما بقى غير شهر العسل. كودي خدا اجازه ديال اسبوع من الخدمه ديالو باش يدوز شهر العسل هو والزوجه ديالو. صافي داز وقت لا باس به، ويوم الاحد 7 يوليو 2013 عم كودي اتصل بيه وقال ليه بغيت نشوفك. كان عنده موعد معاه، فاضطر يلغي هاد الموعد لان الزوجه ديالو اللي هي جوردن قالت لي راني محضره لك واحد المفاجاه وخاصك تمشي معايا. صافي، ومشى هو وياها لواحد الكنيسه، خرجوا لواحد المكان فيه بحيره كبيره والطبيعه، جلسوا شويه تما
وفي الاخير رجعوا على واحد المطعم سميتو داري كوين، تعشوا فيه حتى هو ومشاو. فكان الاحد، هذاك النهار كان الاحد. يوم الاثنين 8 يوليو كودي خاصو يرجع للخدمة ديالو لان الويكاند سالى. فوصل الوقيته اللي كان خاصو يكون في الخدمة وكودي ما مشاش للخدمة. فصاحب الشغل اللي هو في نفس الوقت الصديق ديالو بدا كيتصل بيه، حيت صافي وصلت الوقت الخدمة وما جاش والو، ما كيجاوبوش في التليفون. فالصديق ديالو كاميرون بقى تيقول مع راسو هادو ماشي من العادات ديال كودي. فعيا ما يتسناه باش يجي والو ما جاش. وهنا دخلوا شوية الشك وقال ان شي حاجة ماشي هي هاديك، كاين شي غلط بالموضوع. فمشى عنده للدار ديالو، مشى عنده البيت ديالو، وملي وصل للبيت ما لقى فيه حتى شي واحد. وهنايا تشوش عليه بزاف وبقى كيدور بالجناب ديال الدار كيشوف واش كاينه شي حاجه ماشي طبيعيه، واش شي نافذه مكسوره او شي حاجه غريبه تكون ماشي هي هذيك. البيت كان طبيعي جدا، ما كاينه حتى شي حاجه ماشي هي هذيك، وما كاين حتى شي واحد في الدار. فهنايا كاميرون الصديق ديالو مشى للكراج اللي في البيت ديالو باش يشوف السياره واش كاينه ولا لا. وهنايا لقى الموبايل ديال كودي في الكراج. وهنايا تعجب لان شنو كيدير الهاتف ديالو في الكراج، وبدا كيدخلو الشك. تخلع بزاف ومشى كيجري لعند الشرطه، قدم الطلب ديالو وبلغ الشرطه ان كودي مفقود. اول ما الشرطه اخذت الطلب من عند الصديق ديالو اتصلوا بالزوجه ديالو جوردن باش يحققوا معها. وهنا جوردن قالت لهم انه في مساء يوم الأحد بعد ما خرجوا من مطعم داري كوين اتصل بيه شي رقم غريب، وهي ما كانتش عارفة بطبيعة الحال شكون اتصل بيه. وبقى كيهدر معاه شي نص ساعة، هو كيهدر مع داك الشخص اللي متصل بيه صافي. وخلاته كيهدر معاه وتفكرت بأنها نسات الشاحن ديال الجوال ديالها في المكان اللي كتخدم فيه. وهنا خلت كودي في الدار كيهدر في التليفون ديالو ومشات للمكان العمل ديالها باش تجيب الشاحن ديال التليفون ديالها وترجع. صافي مشات المكان العمل ديالها، وهنا جاها ميساج من عند كودي. صيفط لها ميساج قال لها انه خارج مع شي واحد، خارج معاه في نزهة. فملي وصلت للدار رجعت في حالها. بان ليها كودي ركب في واحد السيارة، وملي تحركت السيارة لاحظت بأن السيارة من واشنطن، من ولاية واشنطن. وكودي ركب في ديك السيارة مع داك الشخص ومشاو. وقالت لهم انا ما بغيتش نبلغ به مختفي او متاخر، حيت خفتو يرجع ويتعصب عليا. نبدا كل شيء كيقلب على شي دليل اللي يساعدهم في الوصول لكودي. الاصدقاء والعائله والجيران كل شيء كان كيقلب عليه وكيقلبوا على اي دليل اللي يمكن يوصلهم ليه، لدرجه انهم كيقلبوا حتى في مواقع التواصل ديالو، في الكومنتيرات، في كل شيء، على شي حاجه اللي تقدر توصلهم ليه. وبدون جدوى ما لقاو حتى شي دليل. وهنايا الشرطه استخرجت تقرير ديال المكالمات الاخيره اللي دارها كودي في هذاك الوقت، ولقاو انه فعلا كاين رقم من واشنطن اتصل بكودي في نفس الوقت اللي قالت عليه الزوجة ديالو جوردن. يعني داكشي اللي قالته الزوجة ديالو كان صحيح ومطابق مع داكشي اللي لقاوه. وهي اصلا قالت لهم راه البلاكه ديال السياره اللي مشى فيها كودي كانت من ولايه واشنطن. وهنا بدات كتبان لهم شي حاجه اللي تقدر توصلهم لكودي. من بعد البحث اللي دارته الشرطه لقاو السيد اللي كان اتصل به، فكان الاسم ديالو جوزيه.
ومن بعد ما حققوا معاه مزيان لقاوه بانه متصل بكودي، غير حيت كان كودي مسلف من عنده شي دوزان وبغاهم يرجعهم ليه، وما كانت حتى شي حاجه غريبه في الموضوع، والموضوع كان غير صدفه، وهذا الشخص ما عنده حتى شي علاقه بموضوع اختفاء كودي. ودازو 3 الايام كاينه حتى شي اخبار على كودي. باقي الاصدقاء ديالو والعائله ديالو والجيران ديالو كلهم مساكن كيقلبوا عليه وقلبهم محروق من جهته، وهو ما كاينش الحس ديالو. وهنا الشرطه بدات كتحاول باش تاخد معلومات بزاف من الزوجه ديالو جوردن، وبداو كيسولوها اسئله كثيره، وفي اغلب الاحيان كيكونوا نفس الاسئله ديما تيسولوها، باغيين ياخدوا معلومات اكثر باش يوصلوا ليه دغيا. حين تبداو كيدوزوا الايام ومازال ما لقاوش، وهذا الشيء ماشي في الصالح ديالهم. ولكن الزوجه ديالو جوردن كانت بعض المرات كيطرحوا عليها نفس السؤال، وكانت كتكون مرة تعطيهم جواب في شكل ومرة تانية جواب مختلف، يعني كانت تتغير أقوالها بزاف. يمكن كانت كترتابك، ماشي سهل هذاك الموقف، ماشي سهل. زو أيام وباقي جوردن ما كاين عليه حتى شي اخبار، ولكن فجأة جوردن اللي هي الزوجة ديالو رجعت عند الشرطة هي والأم ديالها، حين توصلها ايميل في الهاتف ديالها، والايميل كان من شخص سميتو توني. فالرسالة كان مكتوب فيها: سلام جوردن، أنا توني. يعني كان كيخاطب فيها جوردن، وقال لها ما كاين حتى شي فائدة من هاد عملية البحث اللي كديروا، غير وقفوا هاد البحث ديالكم لأن كودي صافي مشى، غير وقفوا هاد العملية البحث لأنها ما غادي تنفعكم في حتى شي حاجة. مكتوب أيضا أن كودي مشى في رحلة مع الأصدقاء ديالو، وأنه طاح من ارتفاع عالي. فهاد الشيء هو اللي كان مكتوب في الايميل اللي وصل جوردن الزوجة ديالو. فما من بعد ما عطات جوردن الايميل للشرطة، قالت لهم انها كتعرف صاحب هاد الايميل اللي اسمه توني، وانه كذلك صديق زوجها كودي. فمشاو كيقلبوا على هاد الصديق ديالو اللي هو سميتو توني، وفتحوا معاه تحقيق كبير. ومن بعد هداك التحقيق العميق اللي داروا معاه، لقاو ما هدرش مع كودي من مدة طويلة، وأن الإيميل اللي وصلها ومكتوبة فيه سميتو ماشي ديالو. وهاد الشي هذا تبتاتو الشرطة بطبيعة الحال، لأنها أخذت الأجهزة ديالو كاملة من كمبيوتر والجوالات بجوج. ولقات الشرطة في الأخير أن صديقه توني ما عنده حتى شي علاقة بالاختفاء ديالو. ومن طبيعة الحال كل شي تصاب بالإحباط، الأصدقاء ديالو، العائلة ديالو، الزوجة ديالو، كل شي. وبقاو عاوتاني كيقلبوا عليه على امل يلقاوه بخير. وهنا الزوجه ديالو جوردن قررت باش غتجمع الاصدقاء ديالو وديالها كاملين والجيران والعائله باش يخرجوا يقلبوا على كودي. وهنا قالت لهم بما ان الايميل اللي جاها كيقول ان كودي طاح من مرتفع، ملي كان مع الاصدقاء ديالو ربما كان كيتسلق شي مرتفع او كيتمشى جنب شي مرتفع، فعلاش ما نمشيوش نقلبوا عليه في واحد الممشى اللي كان كتمشي ليه هي وياه، كان عزيز عليه بزاف، ويمشيو لواحد الحديقه حتى هي فيها واحد اللي كنا ذكرنا في الاول، عنده واحد الاماكن اللي اغلبيه كيكون متواجد فيهم. وقالت لهم لان شي حاجه فيا لداخل كتقول ان كودي تما كاين. حيت هو قالت لهم ما عنده فين يمشي، هذوك هما الاماكن اللي كيمشي لهم ملي كيبغي يخرج يبدل الجو. صافي من بعد مشاو لداك المكان اللي كان سميتو لوب تريل. وفي هاد البلاصه كان واحد المنحدر اللي قوي بزاف، منحدر على عمق 300 قدم، وكان عامر بالصخور والاشجار، يعني ما كانتش بلاصه اللي هي سهله. وخا كان هداك المكان صعيب باش تمشى فيه، ولكن الزوجه ديالو جوردن صبرت حتى وصلت للحافه ديالو.
صافي وبقات كتقلب وكتطل وكتقلب هي والاصدقاء ديالها. صافي ومن بعد واحد الدقائق قليله جوردن بدات كتغوت وكتقول لهم انا تيبان ليا شي شخص لتحت غارق وسط الماء. كانت ديك الساعه بدات كطيح الظلمه وكطيح واحد الضبابه، فكان صعيب باش يقدر شي واحد يهبط لتحت. وهنا قرروا باش يأجلوها حتى الصباح. صافي صباح الصباح مع 8 رجعوا، مع 8 د الصباح رجعوا وتقاتلوا حتى هبطوا. وملي هبطوا لقاو الجثه، والصدمه كانت قويه. كانت الجثه ديال كودي. كان مسكين مليوح في الواد وكله حالته. صافي الخبر انتشر بين الاصدقاء ديالو، العائله، كل شيء. صافي كل شيء عرف، وكل شيء كان مستغرب من هذاك الشيء اللي وقع. واللي خلاهم يستغربوا اكثر هو ان كودي كان فعلا كيبغي المرتفعات، ولكن ما عمره ما طلع لشي مكان مرتفع لهاد الدرجه، او لا مشى لشي مرتفع بعيد على الطريق العام. فهنا بداو كيشكوا وجاتهم بانه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. والزوجه ديالو كانت في المساء ديال داك النهار نزلت صوره ديالها هي والزوج ديالها في العرس ديالهم، وكتبت عليها الوداع كودي وغتبقى في قلبي وكذا وكذا. مهم هضره بحال هكا. وجوردن الزوجه ديالو كانت في العزاء ديالو، ما كان عندها حتى شي رده فعل، غير جالسه وساكته، ما عندها حتى شي رده فعل، وشاده الموبايل ديالها وتقول هذاك ماشي هو راجلها اللي توفى. كاع الناس اللي كانوا حاضرين في داك العزاء كانوا مستغربين بزاف الردود الفعل ديالها، وخصوصا واحد الصديقه ديالها كانت مقربه منها كانت مستغربه بزاف من داك الهدوء ديالها. فبعد العزاء مشات هذيك الصديقه ديالها عند الشرطه وخبرتهم بواحد الجزء كان مختفي من القصه. فهنا قالت لهم ان جوردن من بعد ما تزوجت بكودي كانت كتصيفط لي رسائل بزاف وكتقول لي انا ما مرتاحش معاه، وانها بدات كتندم على هذا الزواج. كانت تقول لها ان هذا الزواج راه بالنسبه لي خطأ. وقالت لهم انه قبل الاختفاء ديالو كانت جات عندي جوردن وقالت لي بانه كاين مشاكل بيناتها هي والزوج ديالها. وهنا هاد الصديقه ديالها بدات كتلاقي الاحداث، كتقول هي ندمات عليه، بيناتهم مشاكل، وعرفت حتى المكان ديالو. وفي العزاء كذلك ما كتبكي ما حتى حاجه، جالسه عاديه وشاده تليفونها. فهنا بدات كتشك ان جوردن عندها يد في هاد القضيه، ومباشره مشات عند الشرطه وعاودت لهم هاد الشيء هذا اللي كيدور لها في راسها. فمن بعد ما قالت لهم انها شاكه في جوردن عندها يد في القضيه، قالوا لها الشرطه انهم حتى هما شاكين فيها، وكانوا مازال باغيين يزيدوا يجمعوا ادله اكثر. فكانوا شاكين فيها حيت كانت كتبدل الاقوال ديالها في كل مره كانوا كيسولوها، كل مره كانت كتعطيهم اجابه في شكل. والدليل الاخير اللي كان ضد جوردن هو ان الشرطه الالكترونيه تبعات المكان اللي ترسل منه الايميل الاخير، ولقاو ان الايميل تصيفط من البيت ديال الاب ديال جوردن. عرفوا عاوتاني المكان اللي كان فيه هاتف جوردن من اللي وقعت الحادثه. لقاو ان الهاتف ديال كودي والزوجه ديالو جوردن في نفس المكان اللي وقعت فيه الحادثه في نفس الوقت، واللي هو المرتفع اللي سقط منه كودي. يعني الزوجه ديالو جوردن تكشفت ان الهضره كامله اللي قالت انه مشى مع الاصدقاء ديالو طاح من شي مرتفع كامله كذوب. لقاو في الاخر انهم بجوجهم مشاو لهداك التل او المرتفع، لان كاميرات المراقبه اللي كانت في المدخل ديال ديك الحديقه بينتهم بجوجهم كانوا في السياره ديال كودي ودخلوا لديك الحديقه بجوج. وهنا الشرطه ولات شبه متاكده انها جوردن هي مولات الفعله. فمن بعد ما قالت الصديقه ديالها هادشي الشرطه جابوا جوردن لقسم التحقيق باش يحققوا معها من الاول. فمن بعد ما حققوا معها بزاف د الوقت، جوردن بدات كتعترف بالحقيقه. قالت لهم بانها داتو لديك البلاصه
باش تعترف لي بالمشاعر اللي كتحس بها من جهته، وقالت لي انها تسرعت من اللي تزوجت به. وهاد الشي هذا خلى كودي يتعصب عليها بزاف، وناض بيناتهم واحد الشجار كبير، وبدا كيجرها من يديها، بداو كيدابزوا. جوردن حتى هي تعصبت بزاف، وباش تدافع على راسها على حساب ما قالت دفعاته من داك المرتفع ومشات. قالت ليهم بانها ما كانش مخططه لهذا الشيء، كانت مخططه باش تعترف ليه بالمشاعر ديالها، ماشي مخططه باش تقتله. وهذا الشيء وقع في لحظه غضب. الشرطه من طبيعه الحال ما تيقتهاش بان غير دفاع عن النفس او غير لحظه غضب، لان كل شيء كان كيثبت العكس، وبان جوردن كانت مخططه لهذا الشيء. وكاع الادله كيقولوا عكس هاد الهضره. المحاميين ديالها كانوا كيحاولوا يقنعوا المحكمه ان هاد الشيء اللي وقع غير حادث، وانها ما كانت مخططه لحتى حاجه، فقط مخططه باش تعترف الكودي بالمشاعر ديالها وتنهي العلاقه. فكانوا المحاميين ديالها كيحاولوا يدافعوا عليها باش يخففوا عليها شويه الحكم، ولكن المحكمه كانت مصره على ان كودي كانت مخططه لكل شيء من قبل وليست حادثه. فالمحكمه بقات مصره على ان كودي كانت مخططه لهذا الشيء، لانها كما كانت مخططه انها تقتله ما كانش غادي تديه لمكان مرتفع كل هذاك الارتفاع. والسبب الثاني هو الايميل المزيف اللي رسلته لراسها باسم الصديق ديالو، كانت بزاف ديال التهم ضدها. فلذلك الشرطه حكمت عليها بالسجن لمده 30 سنه، وما غاديش يكون عندها الحق في الافراج لاي سبب. طبيعه الحال الظالم ضروري ما كينكاشف واحد النهار وكي ياخذ العقاب ديالو. كانت هذه هي القصه ديالنا. ما تنسوناش من الابوني، شي كومونتير زويون وشي لايك للتشجيع، ونتلاقاو ان شاء الله في القصه المقبله. والسلام عليكم.